أهلا بيكم في بودكاست نقطة تحول. معاكم إسلام السمان. هنا بنحكي عن اللحظات اللي تقلب حياتنا، لحظات ممكن تكون وجع أو وعي مفاجئ أو حتى صدمة، لحظات بتخلي الإنسان يشوف الدنيا من زاوية جديدة ويبدأ رحلة التغيير. النهاردة هنحكي قصة آدم، شاب زي أي حد فينا، كان عايش حياته ببساطة لحد ما لحظة واحدة غيرت كل حاجة. آدم شاب في العشرينات، كانت حياته عبارة عن خروجات، سهر وأصحاب، دايما في وسط الناس ودايما في الحركة. بس جواه كان في فراغ هو نفسه ما كانش بيحس بيه دايما. كان بيعيش اللحظة من غير ما يسأل نفسه أنا بعمل كده ليه؟ أو حياتي رايحة على فين؟ كل يوم كان بيعدي بنفس الروتين، ضحك، هزار، قعدات مع أصحابه، وقرارات متسرعة من غير تفكير عميق. اللحظات دي كانت بتمر بسرعة، لكن الفراغ جواه كان بيكبر مع الوقت. لحد ليلة ما حصلت نقطة التحول. كان آدم ماشي مع أصحابه وهم بيضحكوا ويهزروا زي عادتهم. فجأة شاف حادثة قدام عينيه، شاب في سنه تقريبا مرمى على الأرض، والناس حواليه في حالة ذعر، الدم، الصراخ، الصدمة. اللحظة دي كانت زي سكينة قطعت حاجة جواه. رجع بيته بس ما قدرش ينام. قضى الليل كله يفكر ويسأل نفسه، لو أنا اللي كنت مكانه أنا عملت إيه في حياتي؟ لو قابلت ربنا دلوقتي هقول له إيه؟ الأسئلة دي زي ما تكون فتحت باب جواه كان مقفول. من اللحظة دي بدأت رحلة آدم الحقيقية. قرر يبعد عن الصحبة اللي كانت بتشده لورا، بدأ يقرب من نفسه، يسمع دروس دينية، يقرأ كتب، يصلي بصدق، ويراجع أخطائه. كان في لحظات بكى فيها، وفي لحظات اعتذر فيها الناس ظلمهم. رجع لأهله وقرب منهم بعد ما كان بعيد. الرحلة ما كانتش سهلة، كان في لحظات شك، لحظات ضعف، بس آدم كان مصمم. كل خطوة كانت بتقربه أكتر من الإنسان اللي كان نفسه يكونه. بعد السنين آدم بقى شخص تاني، من شاب عايش من غير هدف بقى إنسان بيأثر في الناس من حواليه، بقى قدوة مش بس لأصحابه لكن لكل اللي عرفوه. بدل ما يكون بيتأثر بالناس بقى هو اللي بيلهمهم. وكل ده بدأ بلحظة، لحظة واحدة قلبها كل الموازين. لو قصة آدم لمستك، اعمل شير ولايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان ما يفوتكش ولا حلقة. شارك القصة مع حد ممكن يكون محتاج يسمعها. نقطة التحول ممكن تكون في أي لحظة، المهم إنك تكون جاهز للتغيير. أنا إسلام السمان، ودي كانت قصتنا النهاردة. استنوني في حلقة جديدة، ولحد ما نتقابل خليك فاكر، التغيير الحقيقي بيبدأ من جواه. والسلام.